بصوا يا شباب، في نقطة لازم نفهمها ونريح دماغنا كلنا منها علشان نقدر نتحرك صح لو عايزين نشتغل في الديجيتال ماركتنج. ال AI مش جاي يطرد كل الناس من الوظائف اللي هي فيها، دي مش الحقيقة. بس الحقيقة ببساطة إن الناس اللي هتعرف تستخدم ال AI وتستفيد منه هم اللي هيتبدلوا بالناس اللي لسه شغالة بالطرق القديمة في الديجيتال ماركتنج أو في أي مجال عموما. بس أنا هنا جاي أتكلم عن الديجيتال ماركتنج، وعشان أشرح لك الموضوع ركز معايا في السيناريو ده. اي موظفين شاطرين في الفتره دي في مجال الديجيتال ماركتنج، الناس دي بقوا محترفين في الاي اي مع الماركتنج او قدروا يستخدموا تولز الاي اي ان هي تخدم عليهم في شغلهم في الماركتنج. هيحصل للبيزنس اللي هم شغالين معاه الاتي: اولا الاي اي هيخلي الشخص الواحد يعمل اكتر من 3 4 حاجات مع بعض، وكمان ده هيكون بسرعه وكفاءه خرافيين. طبعا انا هنا بتكلم لو انت احترفت فعلا استخدام الاي اي، فانت هنا هتبقى قدرت توفر للبيزنس مضاعفه في الانتاج بتاعه. تاني حاجة، الشخص اللي بيستخدم ال AI بذكاء هيقدر يخلق لنفسه قيمة ضخمة، فده هيخلي السالري بتاعه أو الفلوس اللي هو بياخدها تزيد، لأن هو هيبقى بيقدر يعمل كذا حاجة مع بعض. فطبعا ده هيعمل ريسيت للأجور اللي بتتاخد في الشركات للموظفين بتوع الماركتنج. تالت حاجة بقى هو هيعملها إن الاتنين تلاتة اللي موجودين معاه اللي هو هيعمل الحاجات اللي هم بيعملوها هيتم استبدالهم، فبالتالي هم هيقعدوا في البيت. فانت هنا اللي عايز اوصله لك ان التهديد الحقيقي مش من الاي اي، هو التهديد الحقيقي من الناس اللي حواليك. لو انت مش قادر تجاريهم وتطور نفسك في الاي اي وتقدر تستخدمه في شغلك بالطريقه الصح، ده معناه في الاخر ان انت ما تخافش من تطور الاي اي، انت ما تخافش غير من نفسك وافكارك، وخاف من الناس اللي حواليك اللي هيقدروا يطوروا نفسهم ويقدروا يخلوا الاي اي يخدم على شغلهم، فبالتالي مرتباتهم تزيد ويقدروا يعملوا بدل البوزيشن 2 و3 و4، فيبقى الناس دي هي اللي عليها طلب في الشركات، وانت يبقى سهل استبدالك بكل سهوله.